اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رايكم في الجمال ده؟ شايفين الطبق الجميل ده؟ يعني فعلا يتقال عليه كنتاكي الغلابه. القرنبيط المقرمش الصيامي اللي من غير بيض، واخد اللون الذهبي الجميل ده ومن غير بيض كمان. يعني هنشوف كده في الخلطه بتاعته هنضيف ايه يدينا اللون الجميل الحلو ده. غير انه كمان مقرمش جدا ومش بيشرب زيت. الطريقة دي مش بيشرب زيت، وهنشوف الكلام ده واحنا شغالين كده في الفيديو. بجد خلطة طعمها حلو جدا، يعني الطعم كده حلو. هنشوف كل حاجة وهنسمع كمان صوت القرمشة. يعني بجد طريقة حلوة جدا، تابعوا الفيديو للآخر وهنقول على كل التكات فيه اللي يطلع معانا بالجمال وبالشكل الحلو ده. اول حاجه لما تيجي تشتري القرنبيطه تجيبيها اللي هي باللون الابيض ده، تكون قشطه كده، ما تكونش صفرة، ما تكونش منقطه كده باسود، يعني تكونش دبلانه، ولا تكون اللي هي كمان مكبسه، اللي هي مش اللي هي تكون مفرغه، دي اللي يبقى فيها كده فراغات او الوردات بتاعتها حباتها كده رفيعه. لا، تجيبي اللي هي الوردات بتاعتها المكبسه البيضه، وتكون طازه وتكون باللون الحلو زي ما انتوا شايفين كده. معايا هنا دي طبعا انا الكبيرة مش هاخدها كلها، هاخد نصها هنعمله دلوقتي، والنص التاني هعمله مخلل مع جزر، هيعمل لي برطمان كده مخلل حلو. يعني هنستغلها ونعمل منها وصفتين. بقطع الوردات بتاعتها كده، لو كبيرة بروح اسماها نصين، ولو صغيرة الوردة بتاعتها بسيبها كده زي ما هي، بس ما تصغريش القطع قوي يعني لو زي دي كده تبقى كويسة. بقطعهم كده بالشكل ده على حسب الكمية اللي هتعمليها، وبروح اشطفهم تحت الحنفية، وبحط معاهم مية، يعني اغطيه كده مية، واحط معلقة من الملح ورشة من الكمون وعصير نص ليمونة. ملح وكمون وعصير نص ليمونة، هرفعهم على النار يتسلقوا 3/4 سوا، ما تزوديش عليه السوا عشان ما ينهرش معاكي ويعجن منك. على ما يتسلق معانا هنعمل الخلطة بتاعتنا الجميلة بقى. معايا كوباية من الدقيق ونص كوباية من النشا، يعني حوالي 3 معالق كده مش مليانين، وملح بقى معلقة صغيرة ملح، ورشة كمون، رشة كزبرة، ورشة شطة حمرا. بس ما تضيفيش توابل تاني اكتر من كده. والمكون بقى اللي هنضيفه اللي هيكون بديل البيض وهو الكركم، هنحط معلقة كده صغيرة من الكركم، هتديني اللون الذهبي الحلو اللي شفتوه ده، ومعلقة شاي صغيرة كده من البيكنج باودر، وفصين من الثوم المفرومين، وكمان معايا كده عودين من الكزبرة الخضراء، هقطعهم كده ناعم، يعني افرميهم كده فرم ناعم قوي. يبقى هنا معايا دقيق ونشا بيكنج باودر ملح كمون كزبرة شطة حمرا، فصين 2 بس من الثوم، وعودين من الكزبرة الخضراء، وهقلب بقى الحاجات الحلوة دي كلها مع بعضها. معايا بقى هنا كوباية من المية، وهنزل بيه شوية شوية كده، واعمل عجينة كده تكون متوسطة، ما تكونش سايلة قوي خفيفة ان انا انزل فيها قطع القرنبيط تطلع كده الخلطة مش ماسكة فيها، ولا تقيلة قوي، يعني هتكون كده متوسطة. بالمضرب كده، وهزود المية معلقتين بمعلقتين لغاية ما احصل على القوام المناسب. وظبطي بقى الملح بتاعك والتوابل بتاعتك على قد الكمية اللي هتعمليها. تمام كده الخلطة كده خلص، معلقتين المية دول وهتكون كده جاهزة معايا. خلاص كده زي الفل، القوام كده مظبوط معايا. هنا حلقتها ان هي لونها فاتح شوية، زودت لها من نص معلقة صغيرة كده كمان من الكركم. ركنتها كده على جنب، وهنجهز الكفر التاني بقى. على نص كوباية من الدقيق، ومعلقتين نشا او معلقة كبيرة، ورشة ملح، رشة كمون، رشة كزبرة، نفس التوابل اللي حطيناها في الخلطة هنحط منها هنا، ورشة صغيرة من البيكنج باودر، وهقلبهم مع بعض، وده هيكون اللي هو الكفر الخارجي. بعد كده اتسلق معايا الكرنبيط 3/4 سوا، ما تتكيش عليه قوي في التسوية عشان ما ينهراش منك، يعني يا دوب كده تمسكيها ان هي تلاقي يعني مستوية كده. بعد كده هنزل بقى القطع بتاعتي في الخلطة، وهقلبها كده بالمعلقة، عايزاها تتشرب كده كلها من فوق ومن تحت بالخلطة الحلوة دي، عايزاها تتغلف بيها كده. عشان كده بقول لكم ما تخلوش الخلطة خفيفة عشان تكون ماسكة عليه كده. بعدين هنشيل بقى هنا بشوكة، هنصفي من الخليط ده واحطها في الدقيق الناشف. الخطوة دي بتديني كفر حلو للقرنبيط بتاعنا، وفي نفس الوقت بتحافظ على الزيت انه ما يتبهدلش،
وكمان بتخليه ما يشربش زيت معاه، بتعمل زي عازل كده، وبتخليه ان هو ما يشربش زيت كتير، والزيت كمان بيكون نضيف معايا. ودلوقتي هنشوفه واحنا بنقلي. بجهز كده واحدتين تلاتة كده جنب مني في طبق. بعد هنا ما بحطه كده في الدقيق، بنفضه يعني تعفيرة كده من الدقيق، وبنفضه كده بشيل الدقيق الزيادة منه. ممكن تكوني في الوقت ده مولعة على الطاسة جنب منك، هتشيلي الحتة اللي تعمليها تروحي حطاها في الطاسة على طول. هنا ولعت على الزيت يسخن، وبعدين هنزل بقطع القرنبيط بتاعتي في الزيت سخن بعد الزيت ما سخن. والافضل كمان لو عندكم طاسة تكون اصغر من كده وغويطة، بحيث كمية الزيت تكون يعني غزيرة فيه كده، مغطياه، يكون افضل، هياخد اللون الذهبي كده من فوق وتحت كده مع بعض. بس بقى مش بنقلبه غير لما الاقيه كده ان هو بدأ ان هو ياخد اللون الذهبي الحلو. هقلبه من الناحية دي والناحية دي لغاية ما ياخد كله من كل ناحية اللون الذهبي الحلو. خدوا بالكم من الزيت كده في الطاسة، الزيت رايق مفيهوش قطع من الخلطة بتاعة القرنبيط اللي كانت بتنزل كده في الطاسة وتبهدل الزيت. إيه لو في دقيق زيادة بينزل بيترسب كده تحت في قعر الطاسة. بقلبه كده شمال ويمين لغاية كل ما ياخد اللون الموحد كده معاه. مش بياخد برضو وقت خالص في التحمير. بكون مجهزة بقى طبق جنب مني عليه مناديل من المطبخ، وهبدأ كده خلاص القطعة اللي اخدت اللون من كل ناحية كده واستوت معايا هطلعها على مناديل المطبخ. في المرحلة دي هدي على الزيت وانتي بتطلعيه كده من الزيت، هدي على الزيت عشان ما يسخنش جامد ويتحرق منك. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد حلو جدا، وريحته بقى وهو بيتقلى كده خطيرة. شايفين انا بوريكم هنا الزيت رايق خالص ونضيف ازاي، سامعين القرمشة واللون؟ شايفين يا جماعة اللون بتاعه عامل ازاي؟ بجد يعني مفيش اجمل من كده، ولا بيض بقى ولا لبن ولا اي حاجة خالص. هنجيب بقى الطبق اللي هنقدمه، بديله رشة بقى كده حلوة من الكزبرة بقى، من الالوان الحلوة دي اللي تفتح كده النفس، وبرصه بقى كده عليه عشان يكون الطبق كده شكله حلو وشكله شيك كده ويفتح النفس. شايفين كل قطعة بحطها كده بوريها لكم ان هي واخده اللون الحلو من كل ناحيه. وشايفين بقى الطبق اللي انا طلعته المناديل، بصوا حاجه بسيطه خالص لا تذكر من الزيت، يعني مش شارب فعلا زيت خالص، وانتوا بتاكلوه كده هتشوفوا كمان ان هو مش شارب زيت خالص. شايفين بقى الجمال واللون الحلو ده؟ مفيش بجد اجمل من كده. هتعملي بقى جنبه بقى اي حاجة. انا عملت جنب منه كده شوية مكرونة بالصلصة، وطبق سلطة خضراء وشوية مخلل، وكانت وجبة كاملة زي العسل بجد، اكلة كاملة يعني مش محتاجة حاجة تاني جنبها. هنفتح واحدة كده ونشوفها كمان من جوه عامل ازاي، قشطة كده من جوه، قشطة بجد. يعني جربوه بالطريقة دي هيعجبكم جدا. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك وتعليق حلو من تعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وتسعدني. ولو قدمتوه كده جنب مكرونة كده وطبق سلطة هيبقى عظمة يعني. بالهنا والشفا.